ضيفنا اليوم في فسفاس منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق سيد أحمد قذاف الدم. فسفاس. مساء النور أستاذ أحمد، مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا. كيف أهلا وسهلا أستاذ أحمد. مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا لقبولك الدعوة. الحمد لله. بداية أستاذ أحمد قذاف الدم، كيف تقيمون الآن الوضع في ليبيا الحبيبة؟ والله كما ترى يعني ليبيا جزر ملتهبة في كل مكان، صراع وقتل ودمار وتهجير ثلث السكان وعشرات الآلاف من الرجال والنساء في السجون. وضع الحقيقة يعني مخجل، وأصبح العار يلحق بكل الليبيين ما لم نسارع في إنقاذ وطننا الذي بدأت ملامحه تكاد تختفي كوطن. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك مرة ثانية. نعم. معاك فاطمة كراي مرافقة لحسن خويا. السؤال الأبرز اليوم بالنسبة لليبيا معناها انطلاقا من ماذا يقع في ليبيا، هل المجتمع الليبي، المجتمع السياسي أقصد، هل أن المجتمع السياسي فيه من هو مسؤول أكثر من غيره، أم أن المسؤولية لكل المجتمع السياسي وكل الأطياف السياسية والفكرية الليبية تتحمل مسؤولية هذا الذي يحدث من ضرب لنواة الدولة، لمؤسسة الدولة، للوطن؟ معناتها هذا الذي يحدث يدمينا نحن التونسيين، لأننا في علاقات عائلية طبعا معكم. والله ما يجري في ليبيا ليس صراعا سياسيا، ما يجري في ليبيا مؤامرة على وطن ساقوه نحو الجحيم، دمر وقسم وتشرد أهله وبددت ثرواته. والمسؤولية الآن لا تقع على سياسيين، وإنما أصبحت مسؤولية وطن تقع على كل الليبيين الأحرار لكي يسارعوا لانتشال هذا الوطن الذي كان قرية آمنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان، فأصبحت واحة للشر والدمار والقتل، أصبح الأخ يقتل أخيه، وأصبح العداء المستفحل، وأصبحنا مشردين في كل أصقاع الأرض. بعد أن كنا نستضيف كل العالم أصبحنا في وضع الحقيقة بائس. ولذا فالمسألة مسؤولية كل قبائل ليبيا وقواها الحية وسياسيين وغير سياسيين وأيضا عسكريين من رجال القوات المسلحة الأحرار وشبابنا وكل الناس عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم لإنقاذ وطن. فالصراع لم يعد صراع على سلطة زائلة، وإنما على وطن معرض للزوال. نعم أستاذ أحمد قذاف الدم، اليوم نتحدث عن ليبيا يعني كأنه الليبيين أكثر من 2 مليون يعيشون حالة الشتات، واليوم يعني أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي هم الرقم الأصعب خلينا نقول في المعادلة الليبية. يعني اليوم ما هي الأطراف الدولية التي تدعم أنصار القذافي للعودة إلى وطنهم أولا، وكذلك للعب أدوار أولى في المصالحة الوطنية؟ نحن يدعمنا الله الواحد القهار الذي هو أقوى من كل قوى الاستعمار والشر التي جاءت في حلف الأطلسي الذي جاء إلى ليبيا يدمرها وقتل معمر القذافي، وجاءوا لحماية المدنيين وجاءوا لدفاع عن الحرية والديمقراطية، وسحبوا سفاراتهم وسحبوا شركاتهم بعد مقتل الزعيم الشهيد القذافي. والآن هم يتباكون على ليبيا بعد أن ساقوها نحو هذه الفوضى العارمة، بعد أن نصبوا دمن كانت تربت في أحضان الغرب وجاءوا بها إلى ليبيا. والآن للأسف لحقت بنا هذه الدمى، وأصبح المشرع أيضا معنا في كل مكان. اليوم المجتمع الدولي أصبح عليه مسؤولية أدبية وأخلاقية وسياسية أن يصحح هذه الأخطاء وأن يكفر عن سيئاته، بأن يرعى حوار الليبيين الذين سلحهم والذين جاء بهم من كل مكان، وأن يطرد القوى الأجنبية التي أيضا جاءت معه، وأن يعمل على إصلاح ما أفسده، لأن هذا الضرر لم يعد يحيق بليبيا فقط، وإنما انساق على أهلنا في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي تشاد وفي مالي وفي أفريقيا، وطالهم حتى الرصاص في دولة فرنسا التي شاركت في غزو ليبيا عام 2011. الآن شاهدتم المجزرة التي حصلت في داخل
وسط شوارع باريس. وأيضا لأنهم مسكوا في العام الماضي على ما أذكر حسب وكالات الأنباء 300 بندقية مهربة من ليبيا. خليهم وهذا ما جنته على نفسها سياستهم يعني. نعم. سيد أحمد قذف الدم، هناك بالتأكيد هناك زيت يصب على النار. باعتقادك من هي الأطراف الإقليمية وكذلك الدولية التي تصب هذا الزيت على النار في المسألة الليبية خاصة؟ لو تسمينا بالأسماء إذا تسمح. نعم يؤسفني أن أقول لك بأن هم لو لم يجدوا نارا لما صبوا زيتا. مسؤولية تقع علينا نحن الليبيين الذي نناشدهم هذه الساعة بأن يستيقظوا بعد هذا الدمار الذي حصل. بلدنا هي اللي دمرت وأهلنا هم الذين يموتون، ومن يسقط هنا وهناك فهو ابن من أبناء ليبيا، أبناء هذا الوطن. نحن إخوة، نحن كنا في وضع آمن وجاءت هذه القوى الخارجية أو استدعاها من استدعاها، هؤلاء الخونة العملاء الذين جاءوا بالمستعمرين مرة أخرى إلى بلادنا بعد أن طردناهم في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم في عام 69. كانت ليبيا مستعمرة للطليان والفرنسيس والأمريكان والإنجليز، والآن يعودون. نحن استدعينا هؤلاء وعلينا أن نكف عن أن نستقوي بالأجنبي وأن نوالي اليهود والنصارى فوق أرضنا. علينا أن نجلس معا ونصحح أخطائنا ونعتذر لليبيا وننحني أمامها لنعيدها سيرتها الأولى ونعيدها مهما كانت الظروف ومهما كانت الخلافات التي بيننا. ليس بيننا خلافات. أنا أتحدى هؤلاء الذين يتقاتلون اليوم في ليبيا يعطوني سبب، وأتحدى أن ينتصر أحدهم على الآخر، وأتحدى أن يدخل أحدهم الجنة، لأن المسلم عندما يرفع سلاح على المسلم أو يقتل المسلم ويكبر عليه كما فعلوا. اليوم علينا أن نستيقظ وعلينا أن نعي لتعيش الأجيال القادمة معا، ولكي يذهب هذا الوطن لا يذهب هذا الوطن إلى أبعد من هذا الدمار الذي وصلنا إليه، ولكي يعود هؤلاء المشردين في كل مكان ويخرج هؤلاء المسجونين من السجون ومن التعذيب ومن القهر، ولكي نحافظ على ما تبقى من ثروات الوطن. علينا أن نتحمل مسؤوليتنا. أما التدخل الأجنبي نحن سمحنا به، وهذا عار آخر، لأن نحن الحل بأيدينا والحل داخل ليبيا والحل بأيدي الليبيين. على الأجنبي فقط مسؤوليته هذا مجلس القمع الذي في واشنطن في أمريكا، في نيويورك هو الذي عليه مسؤولية أن يسمح لنا بالجلوس معا لكي نقرر شكل الدولة وعلمها ونشيدها بحرية تامة ودستورها، ونعود نحن نتصالح ويأخذ كل ذي حق حقه إذا أراد، وبالقانون هذا بعد. أما بالقوة ليس هناك أحد أن يستطيع أن ينتصر بالقوة. نعم. وكل هذه المحاولات التي تجري الآن أو تدخلات الحقيقة يعني لن تجدي نفعا ولن تحل المشكلة، لأن هذه الدماء التي تسيل للأسف يعني هي دماء ليبية. هناك فهي دماء ليبية وهم أهلنا في النهاية. نعم. ولن ينتصر أحد في هذه المعركة المستعرة على أرضنا والتي ألحقت العار بنا كلنا ما لم نسارع بإطفاء هذا الحريق الذي شب في هذه القرية الآمنة. نعم أستاذ أحمد قذيف الدم، بعد الإشهار لو تسمح تجاوبني حول موقفكم من مؤتمر جنيف. واليوم لماذا تم استبعاد تقريبا أنصار القذافي عن هذا المؤتمر؟ نعم. تقريبا بعد دقيقة من الإعلام تكرم معنا، تقعد معنا دقيقة فاصل إشهاري ثم نرجع نواصل حديثنا معك. ريكاب. مرحبا بكم من جديد في ريكاب، نقعد معكم حتى لسبعة. ضيفنا في فاسافاس الأستاذ أحمد قذيف الدم، المنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية. مرحبا بكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد موقفكم يعيشك، مرحبا بك من جديد. موقفكم اليوم من مؤتمر جنيف، ولماذا تم استبعادكم اليوم من هذا المؤتمر؟ لا نحن لم نستبعد. نحن مع الحوار أولا أيوة. أن يتحاور الليبيين. طبعا جنيف هو مكان آمن أولا، لأن في ليبيا للأسف لم يعد هناك مكان آمن يستطيع أن يلتقي فيه الليبيين. ولا يمكن أن يتم حوار تحت تهديد السلاح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جنيف هي مقر الأمم المتحدة. أيوة. والأمم المتحدة حشرت نفسها في ليبيا وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في وفاق الليبيين فيما بينهم.
أما نحن في هذه الجولة قد لم نكن مشاركين، وإنما لا يستطيع أحد أن يتجاوزنا. نحن كما أقول دائما نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية. واليوم عندما يقولون أن هؤلاء أنصار القذافي أو الأزلام أو أنصار ثورة الفاتح، نحن الليبيين الأحرار، نحن أصحاب ليبيا، نحن القبائل الشريفة الليبية المجاهدة التي قاومت الطليان وقاومت الترك والتي قاومت حلف الأطلسي 8 شهور. ما لا يستطيع أحد أن يتغافل أو يتجاهل هؤلاء الأحرار ولكن هم يتفقوا فيما بينهم، ما في بأس. ونحن مع الحوار، نحن مع وفاق الليبيين. هذا ما لا شك فيه. حتى بيان البعثة الأممية يعني دعا إلى التواصل مع بعض القبائل، كيف ما المشاشة وبني وليد وورشفانة وتورغة وغيرها من القبائل الشريفة اليوم في ليبيا. يعني اليوم هل من موقف رسمي من هذه القبائل يعني من أجل يعني المشاركة في المصالحة الوطنية أو في مؤتمر جنيف؟ طبعا نحن مع حقن دماء الليبيين، ونحن مع الانحناء أمام الوطن، ونحن كما أقول دائما والله لولا ليبيا لا نلتقي مع هؤلاء القتل المجرمين ليوم القيامة. أما من أجل ليبيا مستعدين نقدم كل التنازلات من أجل أن تعود ليبيا حرة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، وليختار الليبيين وليقرروا شكل النظام الذي يرتضونه. نحن مع هذا، ونحن في هذه المرحلة الحقيقة يعني الوضع في ليبيا لم يعد الوضع السابق كما كان. كل الليبيين الأحرار تنادوا والتقوا وأصبحنا اندمجنا تقريبا كل الليبيين مع بعض. لم يعد هناك ولذلك أنا دعوت لحراك جديد لا علاقة له بسبتمبر ولا فبراير، حراك وطني يجمع كل الليبيين الأحرار الذين يريدون حقن الدماء، وهم عددهم يتجاوز 6 مليون مواطن ليبي معي في هذا الكلام. وبالتالي الطرف الآخر هو الأضعف وهو الأقل، وهؤلاء الذين يحملون السلاح ستصدى هذه الأسلحة ما لم يستجيبوا لهذا النداء. وأيضا هم لا يستطيعوا أن يسلموا أسلحتهم لأنهم هم في وضع صعب، لأن الليبيين لديهم ثارات ولديهم الناس في السجون واجهوا تعذيب، فما لم نغفر لبعضنا البعض سيظل هؤلاء يحملون سلاحهم إلى يوم القيامة. نعم، يعني هذا الحراك الليبي الحل هو في أننا نجلس ونتصافى ونتسامح، وإذا ما أراد أحدا أو ضاق صدر بعضنا لهذه المصالحة فليتقدم عندما تقوم الدولة التي تجمع كل الليبيين إلى المحاكم الشرعية والمحاكم التي فيها قانون ولا تخضع لهذه العصابات المسلحة التي تجوب المدن والطرقات والحواري في ليبيا. أيضا نحن عندما نتحدث عن هذا عن هم بعض السذج الأغبياء يقولون هؤلاء أزلام النظام أو هذا النظام السابق، ما قاموا به هؤلاء في 3 سنوات العجاف يفوق ما حدث في 42 سنة من قتل وتشريد. من يحاكم من ومن يقصي من؟ إذا أردنا أن نتحاسب عليهم أن يعرفوا بأنهم الحساب سوف يؤدي بهم إلى كارثة. والاحتكام للسلاح نحن السادة فيه إذا ما قررنا. نحن حتى هذه الساعة نمنع شبابنا من الالتحاق بهذه الدماء، نطالب بالحوار، نطالب بالجلوس، نطالب وأنا أحذر وقد حذرت في رسالة رسمية للأمم المتحدة بأن إقصاء هؤلاء الشباب سوف يتجهون توجه آخر، سوف يدخلوا إلى بلادهم عنوة ويعودوا إلى ديارهم إذا ما منعوا من حقهم الطبيعي في أن يكونوا شركاء في هذا الوطن. فالوطن لكل الليبيين. نحن لا نقصي أحد ولا نريد أحد أن يغيب عن هذا الحوار، ولا يستطيع أي أحد في الكرة الأرضية أن يمنعنا من عودتنا إلى وطننا ومعودة هؤلاء الناس وخروج أبنائنا من السجون، وأن نشارك طرفا في تقرير مصير ليبيا الذي صنعناه نحن ودفعنا مهره دماء كما قلت لك عبر صراعنا مع الترك ومع الطليان ومع الناتو 8 شهور. سيد أحمد قذافي الدم، إذا تسمح، نحن نعرف أن الواجهة تقول أن هناك مؤتمرا للمصالحة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقد وقعت محاولات من قبل بعض الدول وربما بعض الجهات، ولكن أيضا المشهد يقول وفي السياسة نعرف أن هذه الجلسات العلنية ربما سبقتها جلسات أخرى غير علنية غير معلن عنها
فيما بين الأطراف الليبية. هل لكم جديد تعلموننا به؟ لأن لاحظنا أن حتى في كلامكم هناك نوع، وكأنكم تضمرون أن هناك نوع من التقدم باتجاه إن شاء الله للوحدة الليبية. هذا سؤال. السؤال الثاني إذا تسمح، نحن نعرف أن الأمم المتحدة هي مسؤولة، أي نعم، ونعرف أيضا أن بعض الجماعات الليبية كما العهد لنا مع العراق مثلا، ورأيتم ما حدث طوال 10 سنوات، نعرف أن هناك مجموعات التي يقال أنها جاءت على الدبابات الأجنبية إلى آخره إلى آخره، هي مفتاحها بيد الذي يشغلها أول مرة، وبطريقة أخرى يمكن بنزلة على الزر من الذين يشغلونهم، يقولون لهم تجالسوا مع الجماعة الفلانية. هل لكم هذا في ليبيا، وهل أحسستم أن هناك شيئا من هذا؟ أختي، الجرح واحد والمؤامرة واحد على هذه الأمة لتقسيمها، نعم، ولدمارها ولتفتيتها. العالم يتحد، أوروبا دول ذرية، صحيح. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبريطانيا عملوا جواز سفر واحد ودولة واحدة وعملة واحدة، رغم أنهم لا يجمع بينهم إلا ماضي أسود في الحرب العالمية الأولى والثانية، وبدأوا يتكتلون وهي دول ذرية. أما نحن الأمة واحدة، لا نستطيع أن نجمع شتاتنا ويريدون تقسيمنا، لأن أمة ضعفت وهنت. هذه الإهانة وهذه الفيروسات الآن وهنت. لذلك يعني هذا موضوع يطول شرحه في فترة قصيرة، لكن ثقي أختي في هذه الأمة رجال. أمة هذه لن تموت، نحن أحرارها ولن نسمح لها بأن تندثر أو أن تتقسم، وسنعمل على وحدتها. وسيستيقظ شباب هذه الأمة بعد هذه الكوابيس، بعد أن سرقت أحلامهم من قبل القوى الأجنبية والاستعمارية ومن قبل العملاء الذين جاءوا على ظهور هذه البارجات وهذه الصواريخ ليتحكموا في مصيرها. لن نسمح لهم بهذا، ولكن ثقي بأن الليبيين لن يخذلوكم في هذه المرحلة. لقد الحقيقة نسقنا نحو هذا الدمار وهذا القتال، ولكن نحن نتواصل باستمرار منذ زمن، ونحن وصلنا بعيد عن حتى جنيف وبعيد عن هذا الوسائل الإعلام عن وسائل الإعلام إلى وفاق كبير. نعم. فرجال القوات المسلحة الآن على تواصل مستمر في الداخل والخارج، قبائلنا في الداخل والخارج التأمت وتلتقي باستمرار، قوانا الحية وأيضا قوانا السياسية وشبابنا، حتى الذين لم يعد بيننا الآن فوارق تفصلنا، وليس هناك خلاف لا على الماضي ولا على الواقع البائس هذا. ولذلك سنصنع هذا الفجر الجديد قريبا في ليبيا إن شاء الله، وستشرق الشمس مجددا في بلادي. اطمئنوا يعني، وسيعود الأمان إن شاء الله. هذا ما نتمناه، هذا ما نرجوه أستاذ أحمد قذيف الدم. نعم. يعني في حوارك الأخير مع وائل الإبراشي تقريبا أخذ صدى كبير، خاصة وأنه قلت وأنه يمكن أسيء فهمه بأنه تؤيد تنظيم داعش. اليوم لو كانت تفسر لنا هالتصريح هذايا ضمن أي إطار كان؟ شوف، عندما قالوا داعش هي دولة العراق والشام. نعم. إذا سألتك الآن هل تؤيد وحدة العراق والشام؟ لا يعني كان هكا. طبعا في غياب مشروع تقدمه دولنا يصبح هناك فراغ يملأه الاستعمار، تملأه الفوضى. عندما يضعف جسم هذه الأمة تتناهشه القاعدة وتتناهشه داعش وتتناهشه كل الاجتهادات. هذه شبابنا يجتهدوا، لن يتوقفوا عن الاجتهاد للوصول إلى حل. هؤلاء الشباب أنا أعيدها مرة أخرى وقد يفهمها البعض كما يفهمها، شباب أنقياء وأرادوا وشافوا هذا الوهن وهذا التمزق وهذا الانكسار لهذه الأمة. هذه محاولات كلها، حتى وإن انقادت أو قيدت من الخارج أو بوسط فكر متخلف أو بوسط، ولكنهم استدعوا الماضي وأخذوا سيوف ولبسوا ملابس القرون الماضية لكي يعيدوا مجد الأمة وحضارتها. لأن احنا غاب المشروع. علينا أن نعمل سريعا لإخراج مشروع لهذه الأمة ليس ظلاميا، وإنما مشروع تنويري، ثورة في الإسلام، ثورة في القيم، ثورة في هدم هذه الحدود اللعينة التي صنع الاستعمار ونحن نحترمها.
نعم. احنا امامنا الان اما ان نتمزق او نتوحد. نعم في انتظار. نعم. لذلك عندما اقول هذا الحقيقه هم ضحايا كلهم هذه المرحله. ايه. علينا ان نفكر في علاج هذه الحالات وهذه الامراض التي ظهرت وهذه الفيروسات التي انتشرت في الوطن العربي. علينا ان نستيقظ على شباب الامه ان يشكلوا خلايا في هذه الامه، خلايا حيه لتوحد تلتئم سلميه ليس بالعنف وليس بالذبح. اي هذا الذي نتحدث فيه. وايضا اما داعش، اما اعود مره اخرى لما يسمى بداعش او هذه الحركات التي تعطي كل مره اسم وتنشطر كالذره كل مره بشكل. لا، هم للاسف فهمهم خاطئ الاسلام ربي يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذا هو الاسلام. الاسلام ليس سكين او ذبح او قتل، هم للاسف ظل الطريق، وهذه للاسف الوسائل تضر بالاسلام. حتى اللي حصل في هم رسموا كاريكاتير على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي رسم هذه الكاريكاتير يعرف مسبقا رد فعلنا نحن طبعا، يريد ان يجردنا، هم يريدون على قياسنا. نعم بالضبط، ويعرف رد فعلنا العنيف. نعم. وبالتالي هو من يعرف صورة محمد عليه الصلاة والسلام حتى يرسمه والله. وما يضيرنا نحن إذا رسموا هؤلاء الكلاب كاريكاتيرات. نحن رسالتنا أقوى وستظل أقوى بالسلم والرسول بمنأى عنهم وبالدعوة التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يرموا القمامة على باب بيته، وعندما هذا اليهودي اختفى زاره في بيته، لم يضره بسكين ولا بسيف حتى يقطع رأسه. وهذه الرسالة القوية التي إذا ما حافظ الإسلام عليها هي التي تنصر الإسلام، ليس العنف وليس نحن لدينا حجة قوية ولدينا رسالة سماوية نصل بها إلى أصقاع الأرض، ووصلنا بها إلى جنوب فرنسا في يوم من الأيام. ولولا هزيمة جدنا عبد الرحمن خافق في معركة الشهداء لكنا طوقنا البحر المتوسط، ليس بالسيف. نحن ما فتحنا الهند والسند بالسيف أو إيران، هذه أمم أكبر من العرب وأكبر من الأمم العربية. وإنما بالكلمة الطيبة والصدقة الكلمة الصدقة. طبعا. سيد أحمد، إذا أرجو فهم هذه القصة. ولكن يظل نحن شبابنا الذين فقدوا كل البوصلة ما نحط اللوم عليهم إذا ما ذهبوا إلى مكان في غياب المشروع وحكوماتنا لم تطرح مشروع إيجابي. أما هذه الثورات التي يدعون أنها ثورات على الخبز والبطاطس والسلطة، هذه ليست ثورات. سقف الأمة لن يكون مجرد بحث عن خبز ولا بطاطس. سقف الثورات الأمة العربية يجب أن تنتفض ضد هذه الحدود وتتوحد زي إيطاليا وزي فرنسا وزي ألمانيا. وبعد أن نتحد في هذا الاتحاد يجب أن نكون لنا وعاء كبير أو سفينة نوح اللي هي أفريقيا، وحدة أفريقيا، ضمن يصبح لنا سيادة وقيمة. مالطا جزيرة تافهة في البحر المتوسط، لديها سيادة ولديها كرامة ولديها من ينقذها تبع الاتحاد الأوروبي. أما نحن العراق دمر وليبيا دمرت وسوريا تدمر هذا اليوم، وأمتنا مستهدفة ونحن واقفين نتفرج. بالعكس، أصبحنا نقاتل بعضنا ونذبح بعضنا ونكبر على بعضنا ونتحالف مع اليهود والنصارى ضد بعضنا. هذه مرحلة بائسة في تاريخ الأمة يجب أن تنتهي. وتلك الثورة الحقيقية التي تنهي هذا الوضع البائس والمؤلم ليس بالبحث عن عيش ولا خبز. أنت تغير رئيس برئيس، شو الفرق تغير رئيس برئيس؟ هذا أي واحد ممكن يعملها. أما الثورة الحقيقية هي اللي تنبع من جماهير الأمة الواعية وشبابها الحر ليهدم هذه الحدود ويصنع فجر جديد لهذه الأمة بأن تصبح أمة موحدة زي الطليان، زي الترك، زي الفرس، زي الأتراك. نحن بقينا ملطشة. هذا الفراغ يملأه الفرس، يملأه الأتراك، يملأه الاستعمار، وهم يتحدون دول ذرية معادية لبعضها لا يجمع بينها لا لغة ولا دين ولا عادات ولا تقاليد. عملت كيان قوي. لماذا؟ هذا شيء مخيف ومخجل لأمة زينا باقية ممزقة. وكل يوم يقولوا قسموا ليبيا 3، نقسموا العراق ليبيا 5، ولم يعد ليبيا عربية ولا العراق عربي، ولا هذه الأمة ستندثر تصبح أمة زي الهنود الحمر يتفرجوا علينا. لا قدر الله. لن نقبل بهذا. سيد أحمد، سيد أحمد، إذا تسمح، أنت قلت كلمة مفتاح الآن وسأسألك انطلاقا منها. قلت نحن الرقم الصعب في المعادلة، نحن عمق ليبيا، نحن، وهذا نصدقه طبعا. في انتظار المشروع التنويري أردنا أن نسأل من هنا في تونس عن صحفيين سفيان شرابي ونذير القطاري. معناها كيف تستطيعون أن تساعدوا إخوتكم في تونس من أجل الوصول إلى زميلينا ومواطنينا اللذين ذهبا في الحقيقة في مهمة صحفية لا أكثر ولا أقل؟ والله مع كل التعاطف معهم ومع أسرهم ولكن نحن بلد مخطوف.
احنا لو تعلمين يا اختي، واكيد تعلمين نعم. ما يمارس ضد اهلنا وضد ناسنا وضد ولديكم مليون مشرد في تونس. شبابنا خيرة شبابنا، هم ضيوف وليسوا مشردين، هم في وطنهم الثاني. هم ضيوف. أنا عارف وأنت تعرف كيفاش تعاطى الإعلام والشعب التونسي، ونحن أنسباء رانا، احنا عندنا علاقات عائلية ودموية. هذا أكيد، ولكنهم أخرجوا من ديارهم عنوة، نعم. بيوتهم وسحقت وقتلوا أهلهم وبقي أهلهم في السجون. يعني هذا شيء وإذا وكل اليوم يعانوا أهلنا، وكل يوم تساقط الضحايا في كل مكان من ليبيا. أنا أتمنى وللأسف ليس لدينا سلطة على هؤلاء الذين يخطفون هؤلاء الأبرياء، وهم عندما جاءوا إلى ليبيا أكيد يريدون أن ينقلوا صورة ليبيا وللعالم التي لم تعد خافية للأسف يعني عن أحد. وأتمنى قريبا أن يعودوا إلى أهلهم وتعود بلدنا إلى النور. نحن ما نتمناه أن تمدوا يدكم أيديكم، وكذلك القبائل الشريفة التي تحدثتم عنها، والذين نعرف أنهم لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة، نرجو أن يساعدوننا في إيجاد مخطوفين. والله نحن لن نألو جهدا من أجل هؤلاء. نعم، شكرا. تأكدي هؤلاء إخوتنا وأهلنا. نعرف. وتأكدي أن هناك جهد كبير يجري في العلن وفي الخفاء، وفي تعاون كبير من أجل كثير من الناس الذين اختفوا قسرا في ليبيا، ولعل يأتي يوما تعرف فيه الحقائق إن شاء الله. أستاذ أحمد فيه الحقائق أكيد. نعم، نشكرك برشا أستاذ أحمد قذافي الدم. نحب نخلي لك في 30 ثانية كلمة الختام، تفضل. يا سيدي، أولا أحيي شعب تونس وأهلنا في تونس على استضافتهم لإخوتهم، وأيضا أتوجه في هذه الساعات لأهلي في الأحرار الصامدين في المهجر، وأبشرهم بعودة قريبة إن شاء الله، وإن مع العسر يسر إن شاء الله. لقد هزم الجمع وها هم يولون الدبر. قريبا إن شاء الله ستشرق الشمس في بلادنا، وستعود حرة أبية، وما النصر إلا صبر ساعة. دولة الباطل ساعة، وما زال منها دقائق معدودة بإذن الله. وإن شاء الله تعود ليبيا أحسن مما كانت، وإن شاء الله يعود الأمن والأمان إلى ليبيا الحبيبة. شكرا لك أستاذ أحمد قذافي الدم. شكرا جزيلا لك. هذا منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا أحمد قذافي الدم.